لا اشتغل اونلاين ايه؟ انا احب المرضى بتوعي حواليا كده وابقى قاعد في العياده حاسس بالامان، ونبقى بنتواصل مع بعض كلنا. وايه الاونلاين كوتشنج ده كمان؟ انا لما كانش العميل يبقى معايا في الجيم اشوف رعشه ايده كده قدامي واجري عليه الحقه قبل ما يقع ما ارتاحش وما اطمنش. لا طبعا سمعنا الكلام ده كتير، وسمعناه من دكاتره وسمعناه من مدربين وسمعناه من صغيرين ومن كبار وكل حاجه. احنا نفسنا كمستخدمين اصلا احيانا كتير ما بنبقاش مؤمنين بان احنا ناخد خدمه غير اوفلاين. انا لازم انزل اقف على المكتب بنفسي واشقى في المشوار كده عشان احس بطعم الخدمه، امال ايه؟ بس ده ما يمنعش ان احنا وضعنا النهارده احسن كتير جدا من سنتين ثلاثه فاتوا، وخصوصا مع تغير الاحوال الاقتصاديه. يعني عشان نفهم الموضوع من اوله، هي القصه بتبدا منين؟ اهم حاجه عند العميل الجوده والسعر، دي اهم حاجه عنده. طبعا لما دكتور او مدرب بيجي يحط التسعير بتاعه بيبقى الموضوع داخل فيه ايه؟ اول حاجه تقييمه هو لنفسه، يعني هو شايف نفسه عنده كفاءه علميه معينه وشاطر بدرجه معينه، فبيحط على دي تكلفه زائد تكاليف التشغيل. فطبعا كل ما تكاليف التشغيل دي بتزيد السعر بيزيد على العميل. فنلاقي مثلا ان عياده بتقدم خدمه في التجمع وعياده ثانيه بتقدم نفس الخدمه في حي شعبي، السعر بيختلف تماما. وده بياخدنا لحته الاونلاين. الاونلاين ميزته ان مفيش تكاليف تشغيل عاليه جدا، بالعكس خالص، تكاليف التشغيل بتكون في المتناول. فبيبقى الدكتور عنده مساحه والمدرب نفس الكلام ان هو يقدر يدي الناس تسعير يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.